باش يكون واحد النادي اللي هو مهيكل، ويكون واحد النادي اللي مؤسساتي، النادي اللي هو احترافي 100%. الماتش الوحيد كان كيدخل نادي الرجاء الرياضي صفر بحال 4 سنوات، مع يعني المكتب ديال 2012 ملي درنا الرجاء سبور دخلنا في العام السنه الاولى دخلنا 100 مليون معنا لي سبور وداكشي، من بعد دخلنا واحد الارقام اللي كانت قليله لان ما كانش تتبع، من بعد ما بقاش المشروع. المهم المارشاندايزين صفر. وحنا اليوم كنعرفوا بان الانديه الاوروبيه والانديه الافريقيه الانديه المهيكله في المارشاندايزين عندها واحد المدخول كبير. حنا اليوم اللوغو ديال النادي عطيناه لشركه خاصه، وهاد الشركه الخاصه مقابل واحد المبلغ اللي هو 250 مليون في السنه. اذا واحد الشيء كنتي كتدخل صفر مارشاندايزين، اليوم ولات الرجاء مدخله 250 مليون في المارشاندايزين، هي شركه مختصه في المارشاندايزين. حنا اليوم النادي، حنا نادي ديال الكره، النادي نتكلموا على الكره والملعب، نتكلموا على يعني تكوين، ولكن يعني كل الاشياء خصنا نعطيوها للناس اللي هو اهل الاختصاص. والنادي ملي يوصل لواحد المستوى وتكون عنده مؤسسه قائمه بذاتها، مثلا على مستوى القانوني، يكون عندك اليوم في النادي مسؤول قانوني يعني في المؤسسه سالاري خدام، ومن بعد باش عندك المكتب هو اللي كيباشر هادشي بعد ما كيخدم داك السيد اللي خدام. اليوم في النادي كاين عندنا اليوم دخلنا مسؤول قانوني هو سيده امراه خدامه، كذلك جوج ديال التوظيفات اللي داو على مستوى الاداره باش نقويو اداره نادي الرجاء تكون قويه. المساله المارشاندايزين كتبان لي شويه فيها الحرفه فيها الوقت وخاصها الخدمه، عطيناها للشركه، وهذا الشيء يعني غنكونوا حنا النادي الاول في المغرب اللي كيدخل المارشاندايزين 250 مليون. نقدر نقول النادي الاول حتى في افريقيا، لان هذا المبلغ ديال 250 مليون هو مبلغ كبير، وغادي يكون اكثر مينيموم 250 والفوق ان شاء الله. اذا الجماهير تجاوبات مع المبيعات وداك الشيء غادي يكون عندنا مبالغ اكثر.